جيتكم بالطريقة يا حبايب وسامحوني على التأخير. أكلة أكابرية الكل راح يحبها، كبة الشمندر وكبة القرع المقلي. تقدروا تعملوا جنبها لبن مطبوخ ورز وصحن سلطة، وهيك بتصير وجبة كاملة مكملة. القرع والشمندر بعطيها تماسك أكثر، خاصة إذا كان برغلكو أسمر. شو بتعملوا أنواع كبة؟ خبرونا عشان نغير منكو نعمل. استخدمت كيلو من البرغل، 3 برغل أبيض و2 برغل أسمر، وبتضاعفوا الكمية حسب حاجتكم. البرغل الأسمر بعطي تماسك أكثر للكبة المقلية. شو بتحبوا ضيفوا بهارات برجع لكم، ملح، بابريكا، وروزماري، نعناع ناشف ومردقوش. نخلط المكونات الجافة كويس، واعملوا حسابكم انه حبات الكبة لما تجهز المفروض تتفرز، يعني تنحط بالفريزر قبل القلي، والافضل ما نقليها بدون تفريز عشان ما تفرط. القرع عندي من الصيف بالفريزر، تقدروا تطبخوه على البخار او تضيفوا له كاسة مي حتى يستوي. تهرسوه محضرة الطعام او باي اداة عندكم حتى يصير بوريه او مهروس. قسمت كمية البرغل على جاطين، ضفت القرع للبرغل، وزن القرع مساوي لوزن البرغل. بخلط البرغل المهروس القرع، إذا شفت الخليط جاف بضيف مي وما في مشكلة، ونفس الشي بعمل مع كمية البرغل الثانية وبضيف عليها شوندر، وإذا احتاجت لمي برضو بضيف كوب من الطحين إلى خليط الشمندر وكوب لخليط القرع. بضيف كوب من البصل لخليط الشمندر وكوب من البصل لخليط القرع، وافرمه على مكنة الكبة. بتقدروا تشتغلوا على ايدكم، بس بالحالة هاي ابرشوا البصلة برش. اللحمة المفرومة بقليها بالزيت، والبصل بفرمه ناعم كمان وبقليه بالزيت لحاله. لما تستوي اللحمة ويستوي البصل بجمعها الاثنين مع بعض. بضيف دبس الرمان والمكسرات والبهارات حسب الرغبة. ببلش أحشي فيهن. اللحمة ضروري تتبرد عشان ما تفتح العجينة. بتقدروا تعملوا لها حشوة مزيج من الخضار، وبالذات السبانخ شفتهم بحشوا بيها سبانخ، بس بالأول بذبلوه شوي على الغاز، وأكيد بضيفوا له البصلة ودبس الرمان وحبات الرمان والحبشتكنات. لا تتركوا فيها أي فتحة ولو صغيرة، لأنه بالحالة هاي راح تتعبى زيت. بنفرزها بالفريزر، مش ضروري يتفرز تفريز كامل، لو تفريز جزئي بننزل 4-5 حبات مش أكثر، عشان ما يبرد الزيت ويظل حامي. ما بتاخذ قلي أكثر من 3-4 دقايق، ومنقلبها طبعا، وبس أتمينا المهمة بنجاح. وهاي الكبة بتتميز إنها ما بتتشرب الزيت. سألتوني عن الطعم، طعم الشوندر والقرع أبدا أبدا مش ظاهر، وظاهر فيهن طعم اللحمة والمكسرات ودبس الرمان، يعني كبة كالمعتاد ما في أي مشكلة. لكن وصفتنا كانت مليئة بفوائد الشمندر والقرع. ويلا ظل عليكم الدور ترفعوا لي المنشورة بتعليقاتكم الرائعة، وشو بتقيموا لي الوصفة من 10، وباي باي سيو. حديقة المنزل الأخوين حميد ورشيد.